بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة أبو هيثم، محدثكم أبو هيثم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا أسجل فيديو في 7 رمضان في سنة 1433. الله يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه. طبعا معنا برنامج مثل ما هو واضح في الفيديو، اللي هو كونكتيفاي. هذا البرنامج ميزته انه يعني يبث وايرلس من جهازك. لو انت عندك مثلا كونكت، وطبعا تعرفون ان الكونكت يعني عن طريق يو اس بي ولا يبث، وتحتاج انك تبث الكونكت مثلا لجوالك او الايباد تبعك او اي جهاز او اللي حولك يعني من ربعك. تقدر عن طريق هالبرنامج الجميل صراحة اللي يعجبني جدا. طبعا هذا هو موقع البرنامج، بحط لكم تحت في الاسفل. نضغط على الداونلود وننتظر حتى يفتح الصفحة. ننزل تحت في الاسفل، في اضافة، في برو، في بفلوس، في شيء تجريبي. نضع هنا الايميل، عفوا الايميل هذا، ايوه. نوخر الصح، هذه اعلانات من اعلانات الدعايات اللي ناقصين لهم. نعطيه التحميل. البرنامج صراحة جدا جميل، جدا رايق مثل ما قال فيصل السيف. بصراحة أنا عاجبني جدا، وكثير من البرامج صراحة تعجبني. إن شاء الله راح أضع هنا في القناة بإذن الله. ننتظر بس يخلص الحبيب أساس نسوي تثبيت. نعطيه فتح، ومثل أي برنامج طبعا بالغالب التالي نيكست لما يخلص يعني. فلذلك ما راح أصور التالي اللي ورا بعض. طبعا لا تشترون ترى جهاز فيه مشكلة أو الهارد ديسك فيه مشكلة يعني. لا تقولون ويندوز سيء. اوكي، احبك مؤهل الماك، لكن يبقى اني يعني مستخدم ويندوز، لكن الهارد الصراحة فيه مشكلة عموما. نحتاج لما يخلص، او برجع لكم ان شاء الله اذا خلص من التثبيت. انت من التثبيت. طبعا يقول لي سوي اعادة تشغيل او انا بعيد تشغيل لاحقا. طبعا دائما انا صراحة اختار هذا من فضل اعادة تشغيل الجهاز، لكني جربت البرنامج سابقا وصرت لما اقول له انا بعيد تشغيل لاحقا واستخدم البرنامج ما يشتغل البرنامج بشكل يعني ممتاز. فذلك بنسوي اعادة تشغيل وبنرجع لكم باذن الله. عدنا لكم. اشتغل الجهاز واشتغل البرنامج من نفسه، مدري استهبل الظاهر. عموما هذا يعطيك اعدادات سريعة على اساس انك تسوي اتصال. نعطيك كنتينيو. بعد يقول له انا بقول له اني بستخدم النسخة التجريبية. طيب يفتح لك على صفحة اسحب عليها. طبعا هذا هو البرنامج، يعني صغير جميل كذا. هنا اسم البرنامج مثلا يتغير لانها نسخة برو، هذه خاصة بنسخة برو، لذلك ما تقدر تغير في اسم البرنامج ابد. فهمت كيف؟ ما يسمح لك اساسا. عموما هنا تحط الباسورد، نانتي باسورد. وهنا طبعا تحط طبعا الواي فاي تبع جهازي. بحط على اساس انه يبث عن طريق الواي فاي تبع جهازي. لو انت عندك كونكت طبعا تطلع لك اشياء ثانية. هنا طور في معكم ايضا. هنا احط الواي فاي تبعي الشير اوفر. وهنا طبعا لاحظ انه فيه سيكوريتي، طبعا الحماية. الويب اي 2 او تخليه اوبن حتى ان الباسورد يتسكر يعني يكون مفتوح، او انك تخليه بالويب. يعني في نوعين تشفير، في تشفير يعني عادي، وفي تشفير اقوى، وفي بدون تشفير. طبعا انا بخليه طبعا بتشفير يعني قوي شوي. ونحط الباسورد، طبعا لازم يكون 8 خانات، 7 8. يعني برنامج سهل جدا بدون اي مشكلة. طبعا في كلاينت هذا اي واحد يتصل راح يطلع لكم هنا. بس خلينا الحين نشغل البرنامج ونعطيه ستارت. ايوه انا اسوي بث الوايرلس لين يعطيكم هنا علامة صح. طبعا بس ننتظر عليه شوي. وانا هنا مجهز جوالي اساس اتصل عن طريقه. اعطانا صح، اوكي. هنا اي واحد يتصل يعطيكم اياه. انا طبعا معي جهاز هنا جوال اتش تي سي او اتش تي سي. طبعا نسوي اتصال الان. نحط الرقم السري 1 2 3 4 5 6 7 8. نعطي كونكت. راح يتصل وراح اقدر استخدم الجوال وفي نفس الوقت استخدم الكمبيوتر. في بعض البرامج بس يعني يمنع البث عن طريق جوالك، يعني الكمبيوتر يوقف ويشتغل جوالك. هذا حسب ما بحثت. طبعا شوف الان طلعنا يقول في واحد متصل عن طريق البرنامج، اللي هو هذا هو انا من شركة اتش تي سي. شوف الان عن طريق جوالي اقدر اتصفح، وعن طريق الكمبيوتر اقدر اتصفح. طبعا تمنيت اني اطلع شاشة الجوال على الكمبيوتر. لقيت برامج بس للاسف ما حلفني التوفيق اني يعني القاها وتشتغل معي بشكل سليم. انا طبعا معي نظام اندرويد، فذلك يمكن لو كان ايفون يمكن القى برامج بكل سهولة، من المطورين في ايفون يعني ما شاء الله شغالين صح. عموما هذا البرنامج، هذه طريقته وسهل جدا. ما ادري كم يقعد معكم، هل يقعد معكم مثلا
يوم او 3 ايام او شهر تشتريه، لان هذه نسخة تجريبية. ايضا هذا طبعا المدى الوايرلس تبع اللابتوب طبعا ماهوش مثل المودم، يعني شيء ها حول يعني 5 متر 7 متر اتوقع، يعني بدون حواجز طبعا. لان جربت بعد شوي بدا ينقص لما عاد ما صار في انترنت. في النهاية أتمنى أن الفيديو أعجبكم، وأتمنى البرنامج أعجبكم، ولنا لقاءات بإذن الله في مواضيع أفضل بإذن الله وفيديوهات أفضل. وإذا عجبكم المقطع طبعا كالعادة لايك واشتركوا معنا ويسعدني ذلك صراحة. الله يعطيكم العافية لوقتكم ونشوفكم على خير.